قاعد هو معالي الوزير، نحن شهدتنا فيك بسحلة، يعني اهلا وسهلا فيك ببيتك. كفوا بخوا الشباب الاستاذ منير مدير عام بالترحيب، واليوم غرفة التجارة هي بيتنا لكلنا. وكرر اللي قاله سعادة المدير عن الوزارة قديش فعالة، وقديش الدكتور محمد بوحيدر اكتف وحاضر دايم، وقديش في مكننة بالوزارة. ويمكن الوزارتين اللي ما عندنا مشاكل فيهم هن الزراعة والاقتصاد إجمالا. نحن بدنا نضوي على مواضيع بتهم الكل، الاتفاقيات التجارية تفضل حكي عنها المهندس لحود. هيدي وجع، يعني عم نتعامل مثل أبناء الجارية مع بعض دول وملحقين اقتصاديين لمصر مثلا وغيرها، انه هيك بدكم ما بدكم تطلعوا تفتحوا معامل عنا. لا يا حبيبي، ما حنعمل معامل. الاولويه عنا نعمل معامل بلبنان، وهذا الكلام نحن عم نردده دائما. وبدهم يتواضعوا شوي بعض السفارات العربيه بالتعاطي، يعني ما بعرف ليش كاسرين. واخر مره كان في حديث كان يعني نعيد الكلام بكل لقاء بيصير معيد. الاتفاقيات التجاريه بدها مراجعه، السفير المصري تفهم الموضوع. عم يجوا الشباب بمقوله انه انت لا تصدر على مصر، شوف الميزان التجاري، شوف الصادرات قد ايه في عقبات. اليوم ما عم بيقول لك ما بدي، عم بيحط عواقب. طيب يا اخي ليش ما بيكون في معامله بالمثل؟ انا هيك عم بطلبه. اتفاقيات تجاريه انا بقولها دائما ولن اخجل اللي لما يقولها. الموقع عليها قد يقول واحد من الاثنين، او غبي او مرتشي او الاثنين معا. اللي ماضي الاتفاقيات التجاريه بالتسعينات فيه حل من اثنين، ولن اتراجع عن هالاولى. موضوع ثاني مهم كثير، المعارض الدوليه. نحن المعارض نستلمتها نقابه الصناعات الغذائيه، الشباب اوائل كثير، بس يا اخي منه كسران، يعني ما بيفرض خريطه موقع، بيجي بيعمل خريطه لمعرض، وبهالخريطه هيدي بيحط المحظيين بالواجهه، وابناء الجاري بيحطوه لورا، وبيحطوا كوريدور متر بالنص. من راجع بيقول تكرم عيونك، ولو حج متر ونص. طيب مين بيمرق فيه هذا؟ سوري. انا انسحبت من معرض انوغا، طالعين سعاده المدراء العامين حيشوفوا الموقع اللي اخذينه، وحننسحب كمان من السيال، حنشارك لحالنا، لانه هيدي موضوع المعارض الدوليه. تفضلوا حضرتكم حطوا ايدكم عليها، ومش طالبين دعم. نحن في معرض هلا معمول بابو ظبي، كمان معمول مع شركه كود، كمان الجماعه المنظمين، جماعه هوسبيتاليتي سيرفيس، احلى معارض عم يعملوا. ما بعرف ليه دائما نحن عم ننجلد بالمعارض الدوليه، مع انه عم نطلع على حسابنا صفر دعم. ما في غير سفارات وغير دول بتتابع كل المعارض الموجوده عندنا. عم نكون طالعين مش طالبين دعم، ارجوك طالبين نتفة حمايه. بختم لاقول بموضوع الملحقين الاقتصاديين، بدنا منك موقف ارجوك. هودي الشباب ما بتربطنا فيهم لا قراوي ولا مصالح. هودي الشباب اوادم عم ينظلموا لانه في البعض منهم ما عم يشتغل. طيب ليش عم يروح الصالح بظهر الطالع؟ هالشباب اذا مش قادره وزاره الخارجيه، تواصلت انا مع السفير مع الوزير بهالموضوع، بيقول ما في مصاري. طيب يا اخي غرف التجاره كل غرفه بتحمل واحد، جمعيه الصناعيين، التجمعات الصناعيه ما في مشكله بتمويلهم. فيني اقول انه مصادره، حضرتك بتعرف مصادره الفواتير اللي عم تجي من برا مهمه، لانه لك قال لك السفير الصيني انه نحن بلبنان عم نستورد من عندهم 2 مليار، بوقت عندنا بدفاترنا موجود مليار، في مليار ثاني عم يجي تخفيض الفواتير. تصديق الفواتير اللي بتيجي مع المنشأ
من السفارات اللبنانيه من الملحقين بتغطي نفقات السلك الدبلوماسي كله، مش الملحقين. خاصه هلا عم بخطب في دورة دبلوماسيين جدد، اعتبروهم منهم يا خيي، خذوا هالعشرة المنيح فيهم، هالخمسة المنيح فيهم. حرام، ما بعرف كيف بدك تناموا بالحكومة اللبنانية، فكر لي فيها معاليك، كيف بدك تنام بالدولة اللبنانية؟ اخذ قرار ظالم انتم، وفي عالم انظلمت، عالم حرام، هودي تركوا بيوتهم، تركوا شركات اللي كانوا فيها، ومش عارفين هن عم بيشتغلوا مع الدولة اللبنانية، هن مخمين حالهم عم بيشتغلوا مع رب عمل، وقت اللي بدهم بيقولوا الله معك فل. كل الاحترام وشكرا للوقت اللي اعطيتوه مي. شكرا